أمينة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أمينة. الحلقة الأخيرة من مسلسل الميراث. يا ريت قبل ما نبدأ كلنا نصلي على النبي. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ربنا يصبرك يا صاحبي. بخير الله. بقاء لله يا حبيبي. الباقية في حياتك. يشرب بها المقربون. الشخص ده هو اللي قتل اختي. عنوانه فين؟ تعالى اوصلك بعنوانه. يا عم عرفني الفلوس هتوصل امتى؟ ما تستعجلش، مفاجأة مش كده؟ هتنطق ولا ولع فيك ومحدش هيعرف لك اثر؟ حننت انا اللي خرجت مش هما في المستشفى وعبطت، وانا اللي قتلت اختك وجبت. مين اللي وزع؟ اديني الامان وانا اقول لك. ولا انت مالكش دية عندي. انت قول مين اللي وزع. ابراهيم ابراهيم. الضربة لما تجيلي من اقرب الناس ليا، من صاحب عمري. ماشي يا ابراهيم، ماشي يا صاحبي. خمس دقايق والحكومة هتيجي تاخدك. قلت لي انك عاوزني. خير. ابراهيم صاحبك قبل ما يموت بلغني حاجه مهمه لازم اقولها لك. حاجة مهمة؟ ايه اللي قالك عليها؟ نيفين اختك مالها نيفين اختي؟ هي السبب في موت اختك، وهي السبب في كل حاجه بتحصل لك، وهي اللي ادتك علاج بالغلط. اختي تعمل فيا كل ده؟ الو. مدام نيفين، ايوه. اخوك خبطته عربيه ونقلناه على المستشفى النهارده. طب فين المستشفى؟ مش مهم تفاصيل.
اخوك سايب معايا امانه تخص ورثك طب وفين العنوان؟ في بيت مصطفى. بيت مصطفى؟ انت متأكد من اللي انت بتقوله؟ ايوه زي ما قلت لك كده يا مدام، يا ريت نخلص بقى ما تلوكيش كتير. ماشي سلام. الله ينور. الله يرحمك يا مصطفى، انت طيب ابن حلال. اطلع يلا عشان تستقبل. اديك حاجه بس قبل ما اطلع عشان الماده السامه، خدها دلوقتي. الف هنا. ماشي يا MV. نورت يا مدام نيفين. مفتاح البوابة هتلاقيه موجود في علبة جنب السور. بسم الله وادخلي برجلك اليمين، افتحي باب الشقة. شمالك هتلاقي الشنطة موجودة على الأرض. خلاص تمام. ايه ده غريب. هو حط الشنطة على الأرض ليه؟ غريبة. فين الفلوس؟ فين الفلوس؟ ليه يا MV؟ هو قال لي ليه؟ أنا مش فاهم حاجة. فهمك يا MV، اللي كان بيدور يصلب طولك في الدنيا دي كنت انا، اللي عمل لك قيمه وهيبه كنت انا. سامحني يا مصطفى. اللي كان بيدور يديلك حقك وبزياده برضه كنت انا اللي كنت عاوز احقق لك حلمك اللي كان نفسك فيه وبتحلمي بيه انت واخواتك. ذنبها ايه اختك المسكينه اللي خلصت عليها؟ ايه القسوه اللي في قلبك دي؟ انت مفيش في قلبك رحمه وما تستاهليش انك تعيشي لحظه واحده. كان كل همك الفلوس، بس انا كان همي ان انا الاقي اهل، الاقي سند. عايزه فلوس صح؟ ثانيه واحده. سامحني. معلش يا أستاذ، سامحني. ارحمني. الفلوس الفلوس اهي. الفلوس اهي. دول هينفعوكي؟ دي ما بتنفعش، بس انت كنت محتاجاهم، قلت اجيبهم لك يمكن ينفعوا معاكي في حاجه. ليه يا نيفين؟ ليه وصلتينا لكده؟ وليه وصلت نفسك لكده؟ دفعتك الفلوس ما بتنفعش. كنت خايفة مني ان انا اعرف الحقيقة وخلاص عرفت. قوليلي بقى، ما خفتيش من ربنا؟ ما خفتيش من عقابه؟ عشان ايه بقى؟ عشان ايه؟
ايه ولا ايه ولا ايه؟ اسامحك ان انت خبطتني شومة على دماغي وكنت عايزة تخلصي مني لولا ستر ربنا؟ ولا اسامحك على العلاج اللي انت اديتهولي بالغلط اللي كان ممكن في لحظة يموتني؟ بس الحمد لله العلاج اللي انت اديتهولي اتغسل في الجاكيت، واخدت العلاج اللي خلاني بقيت كويس. استغلتي مرضي عشان دول اللي مالهمش لازمة، وانت زيهم مالكيش لازمة ومالكيش قيمة. انا اللي كنت عامل لك قيمة وسعة، بس للأسف كنت غلطان، لأني كنت فاكرك أختي بجد. مثلت عليا الحب المزيف. كان كل ده تمثيل، كان كل ده كذب. اخرتها ايه بقى؟ اخرتها في الارض جنب اللي انت محتاجاه. انا كنت محتاجك انت، بس للاسف طلعت مالكيش قيمه بعد كل اللي انا عملتهولك وكنت بعمله عشانك. كنت عايز احقق لك كل احلامك، وعملت بوصيه ابويا الله يرحمه، وقلت له هكون قد المسؤوليه. برافو عليك يا نيفين، برافو برافو عليك، خططت صح. بس زي ما بيقولوا كده ما بيوقعش الا الشاطر، وانت عشان شاطره وقعتي. وانا مش هوسخ ايدي معاكي. انا بلغت الشرطه وهم هيجوا ياخدوكي. بكرهك يا أخي. عشان ابقى اجيب لك اي حاجه في زيارتك وانت في السجن يبقوا معايا احسن. بكرهك. بعد تعب ومجهود كبير جدا بفضل ربنا قدرنا نوصل لنهاية أحداث مسلسل الميراث. والقصة دي من أكتر الحاجات اللي بتحصل في الواقع. ياريت كلنا نعمل شير للرسالة نوصلها لأكبر عدد ممكن من الناس. شجعونا على فعل الخير، اللي ينفذ يصلي على النبي ويكتب تم في الكومنتات. وبإذن الله هجمع لكم المسلسل عشان الناس تعرف الأحداث من البداية للنهاية. ومستني رأي كل اخواتي في الكومنتات، وبشكركم جدا على الدعم المستمر.